الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، نتكلم اليوم حول أشراط الساعة وعلامات الساعة، لأن الإيمان بالغيب منها أن نؤمن بقرب الساعة وكذلك بالموت وما يحصل بعد الموت. وهناك إشارات في كتب العقيدة لدى المسلمين، نحن نقول أشراط الساعة وعلامات الساعة، علامات قرب نهاية هذه الدنيا. هذا معنى الساعة، ساعة قرب نهاية الدنيا أو انتهاء الدنيا، سنتكلم عليه إن شاء الله. إيرو درس ما إيرو قالوا بسلمانة بحثا علامات بكرديد من علامات قيامات بالراسنا نزاني قيامات صاحبونا آخرات راتيغوتن، ولكن علامات الدنيا خلاص تبع مجرى وساكنوا بيج نما دنابا ملات دبي عدد في علامات قيامات يبيا قيامات جرابونا آخرات راتيغوتن داوية في دنيا هانرا الغورا إسلام مجرى بيجن ساعة أو ساعة داوية كهاتي دي خلاص دنيا خلاص بو فقط نابا ملات دبي عدد في علامات قيامات، يعني وان إشارته كو چو خدا گوت به چه پیغمبری گوت بن صلی الله علیه و سلم کد بیجه وای دنیا هندک مای خلاص ببه ام ایرو بحثوان بکن ان شاء الله. اویاجی پرچکیج ایمان ما به آخرته تدی ام دبیجن هفت شش حب شرط ایمانی هنا رکن ایمانی یک جواجی ایمان به آخرته یک پرچکیج اوه که ام ایمان بینن دنیا هندک مای خلاص به دنیا خلاص به و مرنه و آخرته و جنت و جهنمه ام ویا اویجی پرچکیج ایمان ام انا اینکی به ببشكي ببرفري يعني بالدتايا من بحثها يمكن إن شاء الله. أولا نحن أهل الإسلام نؤمن بأن الله وحده يعلم متى الساعة، خلص انتهى، لا أحد من الرسل ولا من الملائكة ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من المقربين، لا أحد يعلم متى الساعة، خلاص هذا عقيدتنا. الله عز وجل يقول إنما علمها عند الله، يكفي. هناك آيات كثيرة الله عز وجل يقول للرسول بأنهم يسألونك أو يقول أنت لا تدري، فقط الله عز وجل يعلم. ولكن عقيدتنا هو بأن الله وحده يعلم متى الساعة وغير الله لا يعلم أحد. مختصر المفيد هذا هو. يك قيامت كينغا يج داوية في دنيا كينغا عقيدة ما إيمان ما امام کردیجی باوریه، یعنی باوریه ما اوش خدا بخاطر کس کی نزانه خبردان جرانه لازمه فلان ساله اوی اشارت هنه فقط روجا و ساعتا و دقاوی جو خدا بخاطر تو کس کی نزانه، نه ملائکت مازن زانن، نه ابچوک زانن، نه پیغمبر خدا زانن، نه اولیاء خدا، نه صالح، تو کس کی جو خدا بخاطر کس کی نزانه. داویه بی دنیا کینگاته اگهش نکمش بریک اخدارتون خدا عز و جل القرآن دا قال لك آیت هنه دبیجه خدا بخاطر کس کی نزانه. مثلا آیت که دبیجه یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند الله، اشتراد بیجنش پیغمبرات بیشتراد بین قیامت کینگای داویه وی زمانه بیجه خدا زانه کس کی نزانه خدا بخاطر کس کی نزانه. خدا این که آیت دبیجه فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، قیامت جا کی داته اواکن، یعنی کس کی نزانه ابیا ام بیجن. لو ما پیغمبر جی علیه الصلاة والسلام نگوتی فلان ساعت خداش گوتی استنه زانم کس کی نزانه، خدا بتنه علمی زانه. و تو عالمه کی تو صالحه کی خودی ایمان مازن تاریخه کی داویه وی دنیا را داناینه هنک نخوش می بسلمان هنه دبیجن فلان اشارت و فلان اشارت و بیوان اشارت تاریخه کی داتینن فقط برای قصور خو میزه بکن او کیمانیه وانه خدا دبیجه استنه زانم پشت خدا دوی بتنه زانم. حتىش پیغمبر سوال کنه گوته قیامت کین گوته چه زانم کینگا، یعنی ان زانم حدیث مشهور هنه سریع او امد بجن قیامت جو خایدا بخاطر تو کس کی نزانده. طيب ولكن هناك امور الله عز وجل ذكر لنا وذكرنا بحدوثها، وحدوث هذه العلامات يدل على قرب الساعة، هذا هو. وهذه العلامات العلماء قسموها إلى قسمين، هناك علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات الصغرى يكون في البداية أو قبل زمن طويل، ولكن العلامات الكبرى يكون قريب من نهاية الدنيا، ولكن كذلك متى الله أعلم، يعني هل كم يبقى للقيامة بعد حدوث هذه الحادثة كذلك نقول الله أعلم. ولكن هذه العلامات الكبرى في الغالب يحصل في النظام الكوني، مثل الغروب من الشمس، غروب الشمس من شروق الشمس من المغرب،
سنتكلم عليه إن شاء الله، ولكن هناك علامات صغرى معظمها ذكر الرسول، سنتكلم عليه قليلا قليلا. فقط افتشتهانها بعلامتها إنك علامتها ام بجن قيامت ام داوية دنيا ام نزانن خودت زانه، ولكن هناك إشارتي وهنا وان إشارتاش مرض بجن دنيا عندك ما يخرب باها تجهبه او ججمونك ام توبه بكن ام خراس بكن هاي مش مهبه لي تيساجي ام نزانن كي جاته اوان علامتا وان إشارتا عالما قوتي دي شكل دي جروبك ام جرد بجن ايش علاماتي بتشوك هناك علامات مازن علامات بتشوك پرچبونه و عندك ما خلاصي بنيانه هنا علامات بشوف پر دركتنا، ولكن علامات مازن هجمانه افياجي هوان علامات هنا كجوان خدات قرآن دا قوتي هنا كجي پیغمبروي عليه الصلاة والسلام بحديث خوش مرة بيان كريا تشتك پیغمبر جد بجا جو قرآن دور ننا اوجد كبابن شكلكي جو خبردان پیغمبر عليه الصلاة والسلام. سنتكلم حول على العلامات الصغرى، لأن الله عز وجل يقول حينما يذكر فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها أتت. فعلامة بداية على هذه العلامات نحن نقول العلامات الصغرى أحدها ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول بعثت أنا والساعة كهاتين هكذا يعمل، أي إرسالي مع الساعة أي قريب من نهاية الزمن. هذا أحد الإشارات بأن بعثة الرسول علامة من علامات قرب الساعة. يك پیغمبر علیه الصلاة والسلام بحث علامت بچوب کرد. لو خدایش قرآن داد بجه کس که نزانه قیامت کینگه لی علامت قیامت هاتنه اشارتی و هنه یعنی اوان اشارت یک جوان هاتنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام. پیغمبر حدیث خودت بجه ازو آخرت ام اواب ازو داویه دنیا اوانها پیچی خوا وکنوت که هاتینی یعنی اوقام نزیک هفن هاتنه پیغمبر علامت کو اش دنیای را هندک زمان کیمایه. ومن هذه العلامات كذلك انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، كذلك هذا أحد الإشارات لقرب الساعة. يك جوان إشارات جي هيف دبو دبرشة وبيات زانن وقت پیغمبر مكيبو عليه الصلاة والسلام كافر جرا قد مادام تبيس پیغمبرم توقع ظلامي جمارا كنت بيجاز پیغمبر خدا مدبر خدای ته هيبه بكد دو رسول خدا دعا كر خدا عز وجل هيبه كرد دو ديتن او قو محمد قاسي حرباسه كي مازني لما خدا القرآن ده ناوي سورة كيه سورة القمر جزية كم كردي جراد من جزية وزاريات زروان ده دبي اقتربت الساعة وانشق القمر. خدا بجا نزيك وداوية زمان وهيب جيبود دو لوقت خاتنش پیغمبر اگو او قاسي حركات مازن كر تهيبت شعب مدى كرد دو ابيج علامات كيج علامات قيامته. هناك علامات نحن سنقرأ باللغة العربية وأترجم باللغة الكردية. هناك إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التطاول في البنيان. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتي جبريل ويسأل يقول أخبرني عن الساعة، الرسول يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. روكي حديثك هي وتفت زانا أمجرد بن حديث جبرائيل كيك روكي تي بجلك سبي بورك راشك خريب نش خلق مدينه يكس كي ناس قالت السلام عليكم تلجم پیغمبر رودنه چوكا خود ده چوكا پیغمبر اون چوك زانن چیه ها دست چوكا پیغمبر اویاج ده بجا اون چون حضور عالم و تشتكي سوال كر نگه خنا به طرفها به ادب رونين لو رات تشيد خوازه هين ببي افيا ادبك ام پیغمبر و صحابيه هين دبن اجا ايرو چه مقابل ما موستا نگه خداوي سر ما موستا تگو چه ابن ادب اسلامه مادام تو چوت به ادب رونه هات سر دست خوی دست سر چوک خو اوا دست سر چوک خو و حضور پیغمبر دست سر چوک گو یا محمد چمرا بیجا چند پرستا گو یک جوان گو قیامت کینگا داویا دنیا کینگا پیغمبر گو نزان گو اوی کو پرست که و اوی که سوال تکرنه گو ام جهب زیاتر نزانه اجی وقت زانم اوی اشارت که بو پیغمبر زان بو کیه اجا گو اشترى بجن علاماتي وشي علاماتي وانگو اذا رأيت المرأة تلد ربها أو ربتها. هناك إشارات إما أن تلد المرأة الفقيرة بنتا غنيا، البنت تكون غنية أو تكون صاحبا منصب بعد ذلك هي تتحكم في الأم، أو ربما يأتي زمان آخر الأم تكون أمة والبنت تكون حرة، ولكن معناه الأبناء يتسلطون على الآباء والأمات. هذا هو پیغمبر یک جوان اشارت داد بجا جن زاروک تینا زاروک اید به مزنوی
زاروك ده مزنا دي أخو احتمال أن أبا كتكبا عقل ما معناك وأنا مش فهمت كن دي فقيرة دي خوانداي دي نزانة قيزاي خوان بو بروفيسور وإيمانا ويش ضعيفة ودبا مزنا دي أخو مزنا تي سريق دي أتكب قرقاي تقرأت قيدة أواكين أتكب أن احتمالك أنا تعقل ما أبا بلكي سبيرو معناك هذا نيش دركبه يعني دي يجي أولاد عفوا أولاد دبن مزنا دي باب أخو دي باب تكفن بن كنترول زاروك أخو أفياج يكش علامتها وكذلك هناك إشارة يقول إذا رأيت الحفاة العراء الصم البكمة ملوك الأرض يعني الفقراء أو الذين لا مال لهم يكونوا أصحاب الأموال وأصحاب العمارات في خمبرت بجا فقير وشفان ببن خواهي بناية مظن بري وانشي ببن أفجي علامتك والله أنا قال لك إنسان فقير جيبونا خواهي بناية هناك معناك اللي يدخل به ملت آلي عربستاني كو خواهي دوابون شفان بون ایروکی پره و تشته وانچه به بنای مازن چه کنه اوجی معنی کیه ل امن کارم بیشن الا هی ابي ابتنه معنى حديث پیغمبر تنگ بکن حق مننه ولكن ابي اشارتك کیه واذا رايت رعاء البهم يتطاولون في البنيان اي ارتفاع العمارات بلنبونا بنايه اوجي علامتك علامات قيامته وهناك علامات متفرقه هناك علامات دنج يك بيك مجوارا بين افانا بريوانجي تشيبونه يعني تشيبونه ولكن ابي مازنه ومازنجي مانه پیغمبر عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتله عظيمه دعوتهما واحد العلماء يقولوا القتال الذي حصل بين سيدنا علي ومعاويه رضي الله عنهما هذا العلماء يقولون الطرفان مسلمان كلهما يدعي الإيمان والإسلام ولكن خلاف بينهما پیغمبر بجا قیامت دنیا خرانا بحتا دو گروه مسلمان مازن او گروه مازن که شر بکن هدف وانج یکه هدف یکه جبونه خدا گویا شرط کن ولكن هر دو مسلمان هف دوکشن ابیا یک جوان اشارت هانیه وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله ومنهم مسيلمة الكذاب وأشخاص أخرى يدعون بأنهم رسل وأنبياء فهذا كذلك حصل والرسول أخبر وحصل ما أخبر به پیغمبر بجا تیسا یک جوان علامتا حتى نزي سيحب إنسان دارين بجن حتى پیغمبر قلت دجال زمان عربي ده معنى دروچي أبيك دروات كن كرديت بين درو وفر حاصل تشتي خراب بجن دبي أوانا أبا معنوي دبي حتى نزي تشلحب إنسان يك دروات كن دارن عفوا سيحب أو پیغمبره أو دبيس پیغمبرم أو دبيس پیغمبرم أو دركتنجي دركتن بلكي هيجاش دركفن لي پیغمبر قلت نزي سيحب إنسان درتن دعوة پیغمبريت كن أو كشي دروات كن يعني تبجي درون كسكي راسنا پیغمبر داوي حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ويقبض العلم وتكثر الزلازل علم عالم دمرين حتى عالم علم نامنه انسان جاهل دبن مازن فتوى ددن اوج علامتك زلزله معنى ارتهجه ده برامبر دبن يعني افجي علامات قيامته وامر اخر نحن نعيشه الان ويتقارب الزمان اي لا يبقى البركه في الزمان بالامس كان خميس وقبله اربعاء نحن نقول قبل ايام كان هناك عندنا جمعه كيف انتهى هذا الاسبوع كيف انتهى الشهر كيف انتهى السنه هكذا معناه الزمان يمشي بسرعة وهذا ما نعيشه نحن يوما فيوما يتقارب الزمان هذا هو حديثك هذا امتب انا فان روجا طن الجمال تركي بجن جاتونا متكبه جاتون زانش اوان بريك مره بتكر تليفون خبر ددا بالتليفون بري اجا كتن خالد تقول رك كت خالد ياج تليفون جي خد كت خالد تغرا كدي تخصا تقول جاتونا مكت يعني هيجا عقلي ما تسر امك زمان نزيكي هف بيه يعني بركات زمان ده نما هاك دي جمعكي شو او جمعه شو يكادي هات او جمعه شو يكادي هات تبيجي حيره ولا دو كانوا برد 1022 ابو 23 او خلاص بو 24 جي حيره ما هي كي خلاص بمكتم ما هاد دو وي ابي كان جيتشبو يتقارب الزمان ابا معنوي يعني زمان نزيكي هف بركات نامينه هما زمان زود شي يعني وكا بري عربي بري هديكا چون عربي انا زودشن امجو ساكنو زمان ازودش اما هاك ددي خلاص بو يعني هاك ددي خلاص بو بري يكش بازار كي بچنا بازار دنه بصحتات شولو
أنا تدني ساعات كذا تشوتي تم تشتاجي يعني يتقارب الزمان أبا معنوي كزمان زو خلاص به بركتنا منه أبياج أنا أمتدانه. وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، ازداد القتل وهذا كذلك من علامات الساعة. دبي فتنة برد بين دادي قودي برد بين خرابي زيادات بين حتى وكشتنجي يعني هاو تدي الفريا كي كشت ياكل الفريا فالي كشت ياكل جناخو ياكل ميروخ ياكل كتشاخو وهم هدوك جن يعني يروجي بلكي تبيرا وتبا سيشل صال بري تقول فلان جي ياكي كشتيه غريب مرة عجيب دما أنا هاو تدي هم هرو يكش دورة تهات كشتني يامر يك شو يعني أبقى في كشتنا هاني زيادة بيه. حتى وكذلك يقول وكذلك لا يقوم حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، أي يكثر الفتن والمصاب والمشاكل، يمشي الحي بجنب الميت ويتمنى أن يكون هو الميت. وهذا ما نعيش من كثرة الفتن. أحيانا يقول المسلم يا ليتني مت قبل هذا الزمان وهذا الوقت وهذا المصيبة. تيسا حديثة قدي پیغمبر بيش صلى الله عليه وسلم دبي دنيا خرانابه حتى كو إنسان كيل سر قبر إنسان قبر زانچنا گورا يكي مزل يكي ده هر بجا خواسكا امري از بوما خوازي از مري بوما يعني چما درد پرن مصيبت پرن كشتن پرن فتنة پرن بلكي حزار وحبكي بلا ومصيبت هنا إنسان به خواسكا امري از بوما لو به والله زيدت از چوم يعني خوازي امري از بوما ابياجي يعني ها نيزيك بيها قالك جارة إنسان تبي خواه والله في زمان كم كاتنه دينج دسته ما شو إيمان شو شرف شو ناموس شو أخلاق شو ما تشتكي. أوانا تب إشارة كو پیغمبر قوتي عليه الصلاة والسلام وانا تفتن سر إنسان وبراستيجي نيزيك بنا. وآخر يعني علامات أخرى ولكن آخرها الذي نذكر اليوم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله أو الله الله، أي لا يبقى أحد في الدنيا يذكر الله وبعد ذلك لا ينظر الله إلى الدنيا بعين الرحمة وينتهي كل شيء. فما دام يوجد أحد يقول الله 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 ينظر إلى العالم بعين الرحمة وإن كان من أجل رجل واحد. إذا انتهى ذكر الله في الأرض يستحق الدنيا أن يأخذ نهايتها أو تأخذ النهاية. أخفتنا داويك أميرو بيجن پیغمبر وهاد صلى الله عليه وسلم ده بيجا حتى كت الدنيا دا يك هبه بيجا الله الله خدي الدنيا خراناك أبي برد عقله ما دا باي يعني إيه كت بيجن الدنيا 5 روماية 10 سال ما يجا پر مايه شبي دي فياج المال زارو كرا گو ده گويجا ده ماكي پر مايه زارو كرا ميجا قال خلق ده مسلمان يجا ما قال لي خلق ده مسلمان أو خاصة نيزيك ننا يعني هيجا حتى كو شخص اكيد في دنيا هنه دا بيجا الله الله ناوي خدا بيجا ايمان يبقى به في وقت هيجا دنيا حياة هيته دا كنجي خدا عز وجل في دنيا يبداويتنا دما كو اهل ايمان نمينه تمره كسكي كو ناوي خدا بنا سر زمان خنا ما خدا رحمل كيبك خدا رحمل تكسكي ناكه في وقت اف دنيا هنه هيجا كو خرابه و خدا في وقت اف دنيا هنه خراتك خدا عز وجل ام بيجن حياتك بإمام كنسيب ما برنامج سر إيمان به زمان فتنة داجي خدا إيمان ما محافظات ببارزة إن شاء الله. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حياة على الإيمان وأن يحفظ إيماننا عند الفتن والمصائب وأن يقبضنا إليه سالما غانما مع الإيمان إن شاء الله. إلى أن نلتقي في الجمعة الأخرى ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.